تحسبها الا زي ما قلت لك كده. اي واحد عايز يعرف هو بيكسب ولا بيخسر يعمل كده يا شباب. اكتب كل اللي انت دخلته المزرعه لحد ما تبيع اول ولد. مثلا صرفت 100000 50000، ال 50000 ده هم بعت بقى انت ب 20، يبقى انت صارف كام؟ تمام. 30. زائد كمان حاجه، الاحلال الاحلال اللي انت سبته لنفسك. الاحلال بتاعك، ما انت بقى مشروع ما بيخسرش عشان كده. دي الميزه في مشروع الارنب. انا ممكن اعمل احلال يبقى ما عنديش سلالات بتبيع مني. ماشي ماشي يا عم مجدي. مشروع ناجح ربنا مرضيك منه ان شاء الله. كويس ان شاء الله. الحمد لله. هتعدل السلالات بتاعتك شويه معانا. الحمد لله. العلف ظابط معاك الدنيا. احلى علف اشتغلت بيه بما يرضي الله. الله. بما يرضي الله. حق الله وحق لا اله الا الله. الراجل ده يا شباب علف اشتغلت بيه. امام وخطيب يا شباب، يقول كذا يطلع يقول. احنا عايزين الناس تنجح، وقصه ان احنا على فكره شكاله العلف دي يا شباب فيها مكسب 10 جنيه عشان رضاعه، تحويق، تسميق. ما شاء الله نسبه امتصاص تتعدى 60%. هو خلي بالك احنا بننشي شكاره اللي على المزرعه مخلفات 50% عن اي علف تاني. دي اللي احنا قلناه. دي اللي احنا قلناه. على فكره انا ما بقولش عشان انت اللي قلت يا باشا، لا. على فكره انا بقول علشان انا اللي جربته وشفته. ما كنتش برضه مصدق الا لما جربت. صح صح. لان العلف دي كل اللي في مصر بيقول علف ايه احسن علف في مصر. صح. تعالى بص كده حبات الزبده اللي نازله من الارنب. دي الارنب اللي احنا جبناها دلوقتي لسه عاملين الزبده دلوقتي. بص الزبده قد ايه. بارك يا استاذ خالد. بص كده. تعالى صور كده الزبل كله بعد اذنك. ديت يا جماعه الزبلايه بتاعت ارنبه، ده بتاعت دي اعلى زبلايه في مصر، واتحدى بها اضخم مصنع علف في مصر، واتحدى بها اي مزرعه ارانب في مصر. صح. ما الشغل بقى كده. صح. الشغل اما تبقى ناجح لازم ابص على ده كمان معايا. الزبل دي يا شباب، الزبلايه اللي هي لا كبيره وخلي بالكم دي يعني ارنب قد ايه وزبلته قد ايه، دي معناه ان امتص منها اكتر من 60%. صح. عشان تبقى عارف. صح. ماشي. الزبلايه عامله خلي حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اهلا وسهلا بكل متابعينا في جميع انحاء في جميع مصر وجميع وجميع انحاء العالم. اخوكم ابراهيم بلاد كفر الشيخ سيدي سالم. رقم التليفون 010 62 38 39 50. فيديو النهارده يا شباب عن سلالات، برضه بنسلم دفعه سلالات. هنعرفكم على الناس اللي حبايبنا اللي مشرفينا النهارده، ونوريكم السلالات اللي هم واخدوها برضه، ونوريكم الصفات، ونوريكم نفرز مع بعض الارنب بالراحه. عرف نفسك يا باشا. خالد محمد السيد الرويني، كفر الشيخ، مركز كفر الشيخ. شرفتنا النهارده. انا كنا تاجر بقى باخد صوت من عند الراجل ده على طول، والارض الارنب بتاعته حلوه، وسلالته على طول بناخدها عشر، وربنا بيرضينا منها. ولد حاجته بالصلاه على النبي بسم الله ما شاء الله، وبقى وضحك علينا في حاجه. دي عشر دي عشر، دي فاضيه دي فاضيه، دي نوعه كذا دي نوعه كذا، ما غشناش في اي شيء نهائي. ربنا يبارك فيك يا حاج. انا وانت باشا. قول لهم بقى على الوصفه اللي انت كنت بتقول لي من حاجه بتاعت الجرب دي. والله هو وصفه الجرب ديت انا بعمل اللهم صل على سيدنا محمد بخاخه، هي بخاخه نص لتر. ماشي. تمام. بحط عليها 5 سم دايزانون. ماشي. تمام. دايزانون اردني 60%. تمام. 5 سم. ماشي. تمام. على النص لتر. وبحط كمان اللهم صل على سيدنا محمد 200 جرام خل. 200 جرام خل طبيعي. خل عادي من بتاعنا. تمام. واللهم صل على سيدنا محمد. وبحط كمان حوالي 100 جرام اللي هو المطهر اللي هو اليود ده. اليود. يود. تمام. يبقى يود وخل ودايزانون. وشكرا على كده. انا كنت لسه هقول خلي بالكم يا شباب، انا لسه هقول له الحاجات ديت ضد بعضها، والتفاعل بتاعها هيخليها تبوظ بعض. لا لسه بقول له كده، قام هو ردد عليا قال لي وبتجيب نتيجه عن تجربه من نفس اليوم من اول مره. فاهمين؟ يعني انا لسه هقول له الحاجات بتاعتك دي ضد بعضها وبتعاكس بعضها او بتبوظ بعضها، قال لي ده بتجيب نتيجه من اول مره في الجرب. طبعا الجرب هو اخطر مشروع اخطر حاجه بالنسبه لمشروع الارانب. هو دلوقتي ما شاء الله لف معاه المزرعه كلها ما لقاش ارنب واحد عنده جرب. ما شاء الله السلالات ما شاء الله. ماشي. طيب انت جربت معانا العلف بتاعنا. تمام. ولسه مجربه بقالك فتره قريبه. تمام. يعني بقالك قد ايه؟ انا كنت شغال بعلف بلديه لذكر اسماء. مش عايزين ذكر اسماء عشان ما شاء الله نسبه الامتصاص تتعدى 60%. اللهم صل على النبي. ما شاء الله. يعني اللي بنقوله في الفيديوهات دي بننخع على الناس. لا 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 يستاهل بصراحه ارتفاع السعر اللي فيه. صح؟ صح. انا لما جيت اعلم ما جيت الناس ياما كلموني على ارتفاع السعر يا شباب، قلنا هنعمل علفه ثانيه تنافس العلف الشعبي اللي في السوق، وهنعملها بسعر السوق. حلو، بس انا قلت مش مدخل دي مزرعتي، ومش هقول للناس ان انا باكل منها عشان ما ابقاش كداب. صح ولا غلط؟ صح. لا صح. اصل انت دلوقتي في ناس يقول لك انت العلف غالي العلف غالي، ماشي. ما انت دلوقتي بوفر لك ثلث المده اللي انت بتبيع فيه، يعني بدل ما بتبيع على 120 يوم بتبيع على 70 يوم. صح. دي مكسب كبير جدا للي بيعرف في الارنب وللي شغال. فرقه معايا ياما فعلا. ماشي. والارنب معاك معلش، انا لما افطم ارنب 400 جرام ولا 500 جرام
غير مفطم ارنب كيلو. واخد حقه بسبب رضاعة العلف بتاع ارانب بلاط اللي هو كنز الفلاح. كنز الفلاح وبلاط، هو اهي كنز الشجره اهي، الفلاح وبلاط. الشجره الجديده اهي يا بنات، كنز الفلاح اهي يا شباب. دي العلب بتاع الجديد انا وابو يوسف، ودي علب بلاط بتاعي اللي انا ايه الشجره بتاعتي القديمه، عملناها شجره واحده اهي علشان الناس ما تقولش ايه. وطبعا بناكل منها اهو، تجيل على ساوي بناكل منها اهو، بناكل منها مزرعتنا اهو، بلاط اهو، كنز الفلاح اهو. ماشي يا شباب. ودي المزرعه الجديده اللي احنا لسه بنجهزها ان شاء الله. ماشي، يعني احنا ان شاء الله متفقين في السلكات اللي هو السلكات الاوروبي اللي انا عاملها ديت، عامل اختراع قوي جدا. انت لو عملته عندك هيفرق معاك بنسبه 50% كمان. فهمني دلوقتي كل حاجه بقى. انا عامل يخليك زي ما انت، خليك زي ما انت. بص انا عامل السلاكه زي دي كده، عين وعين خلفات مع بعض، وفي هنا باب بينفتح وبيتقفل. دي بتعمل ايه بقى؟ بتخلي الارنب الصغير ما يجلكش فبيكبر بسرعه جدا. حتى لو امه جت تولد بيقوم قافل الباب وبيبقى نفسه بنفس امه، بيديني وزن اعلى من الثاني على نفس العلف. يعني انا جربتها قويه جدا. النص اللي ورا ده كله هيبقى ايه؟ يعني كل ديت سلكات عاديه، السلالات عامل اي سلالات تتسلم تبقى من قدام العنبر، انما من اول من ورا كده وبقى وطالع لحد الاخر ده كله هتبقى سلالات من اللي انا بقول لك عليها، سلكات من الثانيه. وعشان الراجل مثلا صاحب المصنع ما يتكلمش في حساب، قلت له ناخد منك بالكيلو. بالكيلو ليه؟ عشان يدعم لي السلوك. عشان لو انا قلت له اخد بالسلاكه هيخف هيخلي السلك بدل هيخف الوش 8 من 10 7 من 10، وهيخف برضه فين؟ ما هيخف في الصاجه وفي السلك، وهيخف تحت كمان. كلام سليم. انما لما اديك بالكيلو هيحط التقيل. هيعمل ايه؟ هيحط التقيل لان هو مش هيخسر. هيحط التقيل. ما هو ما حدش بيرضى يخسر النهارده، مش عايزين حد يخسر. ربنا يا رب يجعل كل الناس اللي بتتعامل كمان معانا انا تكسب. شغال بحته حلوه بصراحه، ولا بحط املاء ولا فيتامينات ولا اي حاجه من دي. والله ما حطيت هنا لا فيتامينات ولا عارف أنا املاح بحط ولا الأملاح سيلينيوم. والفيتامينات بقالي تحت إيه؟ اكتر من شهر من يوم ما ركبت خط الماء ده، لاني مش عارف اصلا لسه عايز اعمل له برميل تاني. عارف انا بحط الفيتامينات بتاعتي ايه؟ عسل اسود اه على كل فيتامين لتر، حديد على كل لتر 20 سم. بس تسمع بقى من اخوك اتفضل. الاول ما شاء الله. انت يوم العلفة- ويوم. ما تكترش عسل عشان ما يحرقش العلفه اللي انت واخدها يوم ديت، ويوم. العلفه اللي انت واخدتها، انت اخوك شغال معانا في المصنع بالجمله. ايوه ايوه. في منه 50 كيلو حاجه للكالسيوم بس. يعني انت لو ما حطيتش املاح مقضيه، بس لا داعي مفيش مانع انك تحط كالسيوم. انت لو حطيت املاح معدنيه هتشوف نتائج اعلى من اللي قدامك 50 مره تاني. على فكره العسل جايب معايا تحويل ملوش حل. العلف اللي جاي بتاعه مع عايز، العسل. طب سيبك من العسل، العلف ما شاء الله عليه. عايز تلغي العسل وتشوف. رضاعه لا، وتحويل. تعمل دفع ثمن السمك. وفرق معايا. انا عايزك تشوف ايه كمان، سمك يا ابوه. عايزك تحط زجوه املاح كل اسبوع مره واحده، وزود ايه سيلينيوم كل اسبوع مره واحده، وزود الف دال كل اسبوع مره واحده. هتلاقي التحويل الضعف معاك والرضاعه الضعف. بس اوعى ترضع حبيب. انا برضع حبيس في اول 10 ايام. مش عايزك ترضع حبيس نهائي عشان صبح ومغرب. العلف بتاعنا دي بروتيناته عاليه جدا. انا رضعت معاه حبيس بهدل لي الدنيا. عمل معايا التهاب درق. عرفت؟ لما رضعت مره واحده بس، لما رضعت مرتين ما شاء الله. خلاص المهم تبقى عامل مره حسابك. الصبح ومره المغرب. خلاص يبقى انت انا هنا شغال مفتوح. انت جيت حتى الارانب الواد ده عنده قدامك لقيت شغال مفتوح. يعني لما في الرضاعه ما شاء الله لما استخدمت العلف دوت، اه علف كنز الفلاح، اه وجيت ارضع مره واحده الصبح، عمل التهاب درق معايا في الاثنين، في رقبتين. عرفت. قمت خالي الصبح والمغرب ما شاء الله. تبص على الارنب طالع اختراع. كور. اختراع. من كتر بص الله. بص يا حبيب اخوك، اختراع الرضاعه الحبيسه في مصر وفي العالم كله. اختراع طالع علشان يداري عيب العلف. الارنبه ديت ما بتطلعش لبن كتير، فبيقول لك انا ازنق اللبن في ضرتها وارضعها مره واحده. حتى المخلفات بتاعت العلف نفسه 50% من اي علف تاني. اهي بقى لنا كم يوم هنا اقسم بالله بقى لنا. اقسم بالله العظيم فعلا 50%، مش نخع ولا كلام. يا باشا احنا بنجرب، احنا بنقول للناس جرب علفنا، ما بقولكش. انا بقول لك والله لو عملت العلف يستاهل فعلا ال 1000 جنيه زياده في الطب. والله لو عملت له علف الشعبي والله ماني مأكله عندي هنا. لا والله ماني مأكله. انا بقول اهو قدام الناس. عن تجربه. ماشي ليه؟ اصل دلوقتي معلش ارنب زي دي انا هطلعه سلالي، لو اكلت علف هيخلي لي ظهر الارنب دي خفيف. سلسي. ماشي ما ينفعش سلالي. لا. يبقى الارنب انضرب. صح، طب, صح. طب واللحم ماشي ما شاء الله. هنوري الناس دلوقتي السلالات برضه ونتكلم في حاجه انا قلت لكم عليها، في حاجه اقول لكم عليها يا شباب برضه، واعمل لها فيديو مخصوص وانا بنفذها. تعالى كده يا اداره. دي الدكوره، دي الدكوره يا شباب اللي هو واخدتي. تعالى هنا عشان نوري الناس السلالات. تعالى كده بصوا يا جماعه،
بصوا يا شباب، دي الدكور اللي واخدته. امسك الدكر كده، شايفين الدكر عامل ازاي يا شباب؟ الدكر ده يجي له كام كيلو يا اداره؟ حوالي 4.5 5. ما شاء الله. بص كده، بصوا كف رجل الارنب، بصوا خصيتين الارنب، بصوا الخصيتين يا شباب، شايفين اهمت. ذكر بوز الارنب، مفيش جرب، مفيش. عين الارنب بتلمع ازاي، ودن الارنب عامله ازاي، ما شاء الله اسد ما شاء الله بصراحه. ارانب ما شاء الله تفتح بيت. الذكر ده هو كان بتاع المزرعه. شايفين يا جماعه في حته هيت، شايفين الحته دي، شايفين الحته ديت، ديت نحل شعر. دي ذكر كان بيعضوا، ده لا. كان بيعضوا من اهو. ايوه ماشي. ايوه. دي ذكر المزرعه، ما كنتش بديه ليه، هو واخده غصب عني، وقلت له الذكر اهو وحش وحش وحش. شايفين الذكر شكله عامل ازاي؟ ما شاء الله. بس هو مربي فاهم. الذكر ما شاء الله معدي ال5 كيلو. الذكر ما بيقفش ثابت، بيتلعبط على طول. الذكر حجمه شوف شايف، عنده نشاط سريع. شايف طول الارنب قد ايه، ولسه الكلام ده لسه الارنب ده ما كملش 7 شهور. شايفين الارنب عامل ازاي؟ والله العظيم دي ذكر المزرعه، وكنت حايشه منه، شبط فيه ما قدرتش ازعله. انا بصراحه هو كان طالع من عيني بصراحه. ما شاء الله. ماشي. وقلت له في حته وحشه اهي عشان يسيبه اهو، والله ما رضى يسيبه برضه. فعلا. ماشي. ودي ذكر شنشيلا اهوت يا شباب، وذكر هاي بلس برضه اهو. شايفين الارنب عامله ازاي؟ شايفين يا شباب، شايفين كعب رجل الارنب زي العيال الصغيره اهو. شايفين يا شباب الارانب خصيتين مظبوطين، الكف عليه ارنب مظبوط، مفيش برد، مفيش جمجمه ما شاء الله. ماشي. وارنب طول بعرض برضه، سيبه كده طول ما شاء الله. شايف اهو، مع ان دي اضعف ارنب ذكر فيهم برضه. ما شايفين دي برضه، دي ذكر هاي بلس اهوت. النتايات بتاعتنا اهيت يا شباب. دي اسكندريه ما شاء الله. سيبها، مش اشكال ماشي. ودي حته فلندر اهيت. الارانب دي كلها 10 يا شباب. وحتى ريكش في الريكس بتاعنا يا شباب، الريكس الالماني الاصلي يا شباب، اللي فيه اللي فيه شعرايه بيضه وشعرايه واحده بيضه، شعر خفيف الابيض. دي دليل ان الارنبه دي ريكس الماني اصلي يا شباب. تمام. عشان تبقى تتعلم معانا برضه. دي اسكندريه اصلا اهيت، اللي تحت بطنها ابيض اهيت يا شباب. دي اللي تحت بطنه ابيض وظهره هنا الفراني. دي الاسكندريه الاصلي. ماشي يا شباب. بابيون الاصل اهوت، البابيون الاصلي اللي لو لقحته من ذكر بابيون بيطلع لك الخلفات كلها بابيون يا شباب. دي البابيون القديم اللي هو ما فيش، اللي التهجين بتاعه عالي جدا ما شاء الله. ارانب بلاط ما شاء الله. اسكندريه طبعا دي مربي يا شباب. يعني انا ما ببيعش الواحد لسه غشيم، او ما ببيعش الواحد. والله عندي اكتر من 40 شوف دي ما شاء الله. عجبتني السلالات بتاعتك، عشان كده انا جيت اخد منك. شايفين يا شباب الفراشه الكامله اهي. دي الفراشه الكامله اللي الناس كلها بتدور عليه. ده الظهر اهوت يا شباب، ابو خط ابيض في ظهره اهوت. بابيونات اصليه، دي طبعا فاضيه. ماشي. خش على حته هاي بلس اهي يا شباب، عامله ازاي، لسه عمره 5 شهور. لسه شايفين الارنب شكلها عامل ازاي يا شباب. بصوا يا شباب الارانب، شوفوا كف الرجل. طبعا الارانب مش والده ولد يا كلام من ده يا شباب. الارانب كلها بقره اهي، شايفين، مفيش جرب، مفيش عرجوب، ارانب سوبر. ما عندناش غش، ما عندناش حاجات تتصور وتيجي هنا تاخد حاجه ثانيه. شايفين اهي يا شباب ما شاء الله. الله يبارك. الفراشه الكامله دي برضو كنت سايبها ليه، هو شبط فيها برضه اهي، كنت مخليها ليه. فراشه كامله اهي يا شباب. عين الارنب بتلمع اهي، دي دليل على الصحه. شعر الارنب بيلمع. اوزان الارانب كلها معديه 3 كيلو ونص بلا استثناء، يعني 3 كيلو ونص ولسه بكاره كله. شايفين يا شباب اهوت الريكس اهوت يا شباب. دي الريكس الاسمر خالص اللي ما فيش فيه شعر. لا في شعرايه، في شعرايه برضه اهي. ماشي. الريكس بتاعنا هو اعلى ريكس موجود في مصر حاليا يا شباب دلوقتي. الله يبارك لك. ودي حته هجينه اهي يا شباب، لسه برضه مع الشريتش صغيره اهيت، هيلقحها ان شاء الله اما يوصل. انما الارانب التانيه، شايفين الارنبه عامله ازاي يا شباب. شايفين بطن الارنب. امسك كده، امسك كده يا معلمي، ارفعها من عندك كده. نص الارنبه ما شاء الله. حتى انا بقول للحاج وحش غير ديت وخد لك واحده وش، قال لي لا انا عايز دي. يعني ما عرفتش اضحك عليه برضه. ودي حته فلندر اهي يا شباب. ماشي. شايفين الارانب عامله ازاي. شايفين ما شاء الله. سلالات ارانب احنا بنتقي الله في شغلنا يا شباب، عشان ربنا يكرمنا. الرزق مش سرقه، والرزق مش عافيه. ماشي. اتقي الله في شغلك وبيع زي ما انت عايز. احنا بنبيع يا شباب الارانب الدم العالي، سلالات الارنب الدم العالي، بنبيع السلاله ب 350 جنيه فاضيه، ب 350 جنيه. وبنلقح الارنبه بتقعد 15 يوم، بتطلع عشر 15 يوم، بنحط عليها 50 جنيه للعشر. لو عايز ارنب هجين عادي بيطلع الارنب. بصوا يا شباب عشان يبقى الكلام واضح، الارنبه عندنا ب 350 جنيه فاضيه. ارنب دم عالي الاسكندريه الاصلي، فلان اسباني اصلي، البابونات العاليه ديت والشغل العالي دي بيطلع كله ب 350 جنيه فاضي. كلام سليم.
وبنلقحها بتقعد 15 يوم، عشرها بيطلع بتحط عليها 50 جنيه، او بنلقحها في نفس اليوم للي هياخدها ب 350 جنيه. اللي عايز كده متاح، واللي عايز كده متاح. اللي عايز ارنب هجين عادي بلدي، في هجين عالي اللي هو الهجين بتاعنا برضه ب 300 جنيه بس موجود، ولو عشار ب 350 جنيه برضه، 15 يوم مضمون. طبعا احنا كل الناس على دماغنا من فوق، ماشي. اللي بيجي لنا ما بنزعلوش، عملنا الواجب مع الناس الحمد لله رب العالمين. والارانب قدامكم اهيت كده، دي الدفعه اللي طالعه كليه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انت واخد تعالى كده بعد اذنك 5 دقايق عشان في حاجه عاوز اعملها برضه في الفيديو. تعالى كده يا دار صور، صور كده، تمسك كده تصور زي ما احنا كنا ماسكين. تعالى انت عشان بس في كلمه عاوز اعملها بالمره. ماشي. بصوا يا جماعه، دلوقتي احنا هنقول 20 نتايه. انت واخد كام؟ 20 نتايه وكام ذكر؟ 4 دكور. 20 نتايه واربع دكوره. طب ال 20 نتايه واربع دكوره دول يكسبوا قد بتاعت ربنا. مع ارتفاع لا ما هو بالتجريب برضه عشان يبقى الناس عارفه. ما هو مش اي مشروع لازم نعمل له دراسه جدوى، ممكن يخسر. صح. بس احنا بنقول بالتجريب كده. في الاسعار الغاليه ديت عندنا اللحم النهارده ب 60 جنيه متوسط فيما فوق، يعني ما تبيعش اقل من 60 جنيه شباب، 58 جنيه ماشي. النهارده على الاول انا بحسب على علفي، انا الحمد لله هنا كسبان لسه هقول لك وربنا على علف كنز الفلاح. احسب، انا بحسب على علفي. علفنا يا شباب ب 11200 النهارده الطن، عشان ما حدش يقول انت اهوت علف بلاط اهوت، علف كنز الفلاح اهوت. هما الاثنين واحد، لان احنا هنستقر ان شاء الله على كنز الفلاح باذن الله. تمام. ماشي. سؤال دلوقتي، انا يا راجل عايز اكسب، انا ما عرفتش الارانب دي بتكسب ولا تخسر لما عملت حاجه واحده. جبت الارانب وقمت كاتب سعرها، جبت السلكات وقمت كاتب سعرها، وجبت الادويه اللي هستخدمها وقمت كاتب سعرها كلها، وقمت جاي داي اول دفعه بحت مثلا ب 20 30 الف، وقمت خاصمهم من اجمالي المبلغ. صح. وقمت جاي جبت بكم علف يا بلاط؟ طن مثلا ب 11200. جبت مثلا ادويه مثلا ب 1000 جنيه، لان بجيب ادويه عاليه. حلو. وايجار المزرعه مثلا كذا كذا، دول اللي حسبته الشهر. مثلا صرفت 20000، بعت ب 30، يبقى انا كسبت 10. ما عرفتش احسب ابدا الام بتاكل كام والخلفات كام، ما جاتش معايا ابدا. يعني من يوم ما اشتغلت من 2012 ما جاش معايا القصه دي. انا بقوم جاي اخر الشهر دي كسبت فيه مثلا 10000 او 15000، الشهر الجاي 9000، كسرت شويه سلالات ما بحسبهمش. لما هي سهله، حته العلف سهل. لا انا قصدي اصل في واحد يقول لك ايه، الام بتاكل 200 جرام وعينها 300، يبقى كده 500 جرام. انا حاجه كنت عامل حسبه قبل كده بس ما نفعتش معايا. بتطلع غلط فعلا. بتطلع غلط، لان في ام بتاكل 500 جرام، صح. وفي ام بتاكل 300، صح. وفي ام بتاكل 700 جرام. يعني قصدي ما عرفتش احسبها الا زي ما قلت لك كده. اي واحد عايز يعرف هو بيكسب ولا بيخسر يعمل كده يا شباب. اكتب كل اللي انت دخلته المزرعه لحد ما تبيع اول ولد. مثلا صرفت 100000 50000، ال 50000 ده هم بعت بقى انت ب 20، يبقى انت صارف كام؟ تمام. 30. زائد كمان حاجه. الاحلال الاحلال اللي انت سبته لنفسك. الاحلال بتاعك، ما انت بقى مشروع ما بيخسرش عشان كده. دي الميزه في مشروع الارنب. انا ممكن اعمل احلال يبقى ما عنديش سلالات بتبيع مني. ماشي ماشي يا عم مجدي. مشروع ناجح، ربنا مرضيك منه ان شاء الله. كويس ان شاء الله. الحمد لله. هتعدل السلالات بتاعتك شويه معانا. الحمد لله. العلف ظابط معاك الدنيا. احلى علف اشتغلت بيه بما يرضي بحق الله. بما يرضي الله. بحق الله وحق لا اله الا الله. الراجل ده يا شباب علف اشتغلت بيه امام وخطيب يا شباب. يعني راجل مش يعني مش هقول له قول كذا هيطلع يقول. احنا عايزين الناس تنجح، وقصه ان احنا على فكره شكاره العلف دي يا شباب فيها مكسب 10 جنيه عشان رضاعه، تحويق، تسميق، آه. ما شاء الله نسبه امتصاص تتعدى 60%. هو خلي بالك احنا بنعمل شكاره اللي على المزرعه كلها مخلفات 50% عن اي علف تاني. دي اللي احنا قلناه. على فكره انا ما بقولش عشان انت اللي قلت يا باشا، لا. على فكره انا بقول علشان انا اللي جربته وشفته. ما كنتش برضه مصدق الا لما جربت. صح. لان العلف دي كل اللي في مصر بيقول علف ايه احسن علف في مصر. صح. تعالى بص كده حبات الزبده اللي نازله من الارنب. دي الارنب اللي احنا جبناها دلوقتي، لسه عاملين الزبده دلوقتي. بص الزبده قد ايه. بارك يا استاذ خالد. بص كده، تعالى صور كده الزبل كله بعد اذنك. ديت يا جماعه الزبلايه بتاعت ارنبه، ده بتاعت دي اعلى زبلايه في مصر، واتحدى بيها اتخن مصنع علف في مصر، واتحدى بيها اي مزرعه ارانب في مصر. صح. ما الشغل بقى كده. صح. الشغل اما تبقى ناجح لازم ابص على ده كمان معايا. الزبل ده يا شباب، الزبلايه اللي هي لا كبيره وخلي بالكم دي يعني ارنب قد ايه وزبلته قد ايه، دي معناه ان امتص منها اكتر من 60%. صح. عشان تبقى عارف. صح. ماشي. الزبلايه عامله ازاي يا شباب؟ اهي نسبه الالياف فيها قد ايه،
والباقي كله في بروتين. كل الارنب قد ايه؟ صح. اكتر من 60% اتغذى بيه. فيا جماعه الله الكلام يبارك لك. احنا بسم الله ما ما شاء بنقولش الله كلام، بصراحة. احنا عاوزين نبقى وبعدين انا قلت يا جماعه الجوده سر النجاح. لو هتوصل للناس بعد سنه مش اشكال، لو هتوصل مش بعد قضية سنتين لا. مش مش اشكال، قضية. بس ما تبوظش المنتج عشان تراضي الناس. صح. ماشي يا شباب؟ صح. عاوز تقول حاجه يا حاج للناس قبل ما نختم الفيديو؟ بقول يا الله، الله ينور عليك ويوسع عليك ويرضيك ويرضينا. ربنا يحفظك وربنا يبارك ربنا فيك. يرضيك ويرضينا. ربنا يرضيكم من ورانا، وربنا يجعلنا عند حسن ظنكم، وربنا يبارك لك في مالك اللي انت خدته. يا رب تنجح عشان احنا بنحب الناس تنجح معانا، متفائل بيك بصراحه. واحنا على انتوا كلكم على راسنا. شكرا جزيلا. عايز تحب تقول حاجه للناس؟ الناس بصراحه علف كنز الفلاح لا يعوض وليس له مثيل. شكرا جزيلا. من الآخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.